هنبتدي نحل دلوقتي لاب عن الاوبن فاس، وهي تول، وهنتكلم عن ان التول دي ايه الكابابيلتيز اللي بقدر استخدم التول دي فيها. فنتكلم شوية عن عملية البنتريشن تيستينج. عملية البنتريشن تيستينج هي عملية محاكاة للسايبر اتاك، تمام؟ فبتعدي ببعض الفيزز، المراحل اللي لازم تتم علشان يتم عملية successful attack. عشان يبقى في اتاك ناجح لازم الاتاكر يعدي على بعض الستبس، كذلك البنتريشن تيستر لازم بيعدي على نفس الستبس. بس في الاخر طبعا بيبقى في ريبورت علشان نعمل ميتيجيت ونعمل باتشنج للفولنربيلتيز. فاول فيز عندنا بتبقى هي عمليه الريكونيسنس. الريكونيسنس هي عمليه انفورميشن جذرنج عن التارجت، ببتدي اجمع معلومات عن التارجت، اعرف الاي بي بتاعه، ببتدي ادور على الدومينز ومعلومات كتيره جدا ببتدي اجمعها في عمليه الريكونيسنس عن التارجت بتاعي. طب ايه الفيز اللي بعد كده؟ عمليه سكاننج، والتول بتاعتنا بتشمل الجزئية بتاعة السكاننج. طب انا ببتدي اعمل اسكان لايه؟ ببتدي اعمل اسكان لثلاث حاجات مهمين جدا. اول حاجة ببتدي اعمل اسكان، خلينا نعملها كده في ستابس. لايف هوستس on network. في عملية السكاننج اول حاجة ببتدي اعرف ايه الماشينز اللي شغالة على النتورك. هل في سيرفرات راننج على النتورك؟ هل في اند ديفايسز يعني هوست ماشينز زي الكمبيوتر او اللابتوب شغالة على النتورك بتاعتي؟ فدي اول ستيب، ان انا اعرف مين اللايف هوستس، مين الاجهزة اللي شغالة معايا في النتورك اللي انا بعمل عليها عملية البنتستنج، تمام؟ تاني حاجة ببتدي اعمل اسكان. عايز حاجة؟ لا شكرا بابا. حلو الطقم ده كده، اوكي هيبقى على بعض. ماشي تمام يا بابا. ببتدي ان انا اعمل عملية سكاننج على حاجات سبيسيفيكلي. طب ايه الحاجات اللي سبيسيفيك اللي انا هبتدي اعمل عليها سكان؟ هبتدي اعمل سكان هبتدي ان انا اعمل عملية سكاننج. طب هبتدي اعمل ايه سكان بعد ما عرفت اللايف هوستس على النتورك؟ هبتدي اسكان فور اوبن بورتس. عايز ابتدي اعرف ايه البورتس اللي اوبن على الديفايسز دي. زي ما قلنا قبل كده البورت نمبر ده عبارة عن ايه؟ دلوقتي علشان ابتدي ان ابلكيشن يستعمل اي سيرفيس موجودة فلازم يكون لي بورت. البورت ده نتخيل زي ايه؟ زي كأني بقولك ان في مثلا بيت، فانت علشان تدخل للبيت ده هتدخل منين؟ من الباب. فالاوبن بورتس دي هي البيبان اللي بتخلي السيرفيسز توصل لها عن طريقها الداتا. فما ينفعش اقول ان في حاجه اسمها HTTP سيرفيس او FTP سيرفيس، ايا كان نوع السيرفيس دي هتشتغل بدون بورت، مش هيوصل للابليكيشن او السيرفيس الداتا الا عن طريق البورت، ولازم يكون اوبن، لانه لو كلوزد معنى كده ان السيرفيس ما بيوصلهاش داتا، فمعنى كده ان البورت مقفول. فاول حاجه ببتدي اعمل عليها سكاننج بعد ما عرفت اللايف هوستس، وببتدي اعمل سكان فور اوبن بورتس. طب انا عرفت ايه الاوبن بورتس على الماشين، طب عايز ابتدي اعرف ايه السيرفيسز اللي راننج، فببتدي اعمل سكاننج عشان اعرف عمليه ايه السيرفيسز اللي راننج على بورتس. طب كل سيرفيس، طب ما في منها فيرجنز، يعني مثلا ونقول ان احنا بنتكلم ان احنا لقينا مثلا الاس ام بي شغال وبيستعمل بورت 445، ففي منه فيرجن 1 فيرجن 2 فيرجن 3، وكل فيرجن فيها vulnerabilities مختلفة، فانا عايز ابتدي اعرف الفيرجنز. بعد ما عرفت الاوبن بورس وعرفت السيرفيسز اللي بتستعمل البورس دي وعرفت الفيرجن بتاع السيرفيسز اللي بتستعمل البورس، هبتدي اعمل عمليه سكاننج، سبيسيفيك سكان، اللي هو التول بتاعتنا بتشتغل عليه النهارده، سكان فور vulnerabilities.
ففي العمليه دي بعد ما عرفنا البورت سيرفيسز فيرجن، ممكن يكون السيرفيسز اللي شغاله ما فيهاش اي vulnerabilities. فعلشان نبتدي ان احنا نخترق اي سيستم او اي سيرفيس لازم يكون في ثغره، لازم يكون في vulnerability. الفولنربيلتي دي اعملها exploit، استغلال. فلو ما فيش اصلا vulnerability في السيرفيس فانا مش هقدر اصلا اخترق السيرفيس. فدي بيجي بقى دور الاوبن فاس هنا، ان انا دلوقتي عايز اسكان ايه الفولنربيلتيز اللي موجوده عندي في السيرفيس الفلانيه، او سواء في الهوست الفلاني. عايز اطلع كل الفولنربيلتيز اللي موجوده في السيرفيسز اللي شغال عليه. فبدون ما يكون في vulnerability مش هقدر اعمل successful attack. تمام. فيجي بقى دور الاوبن فاس. الاوبن فاس هي تول بتعمل عمليه ايه؟ عمليه سكان فور vulnerabilities. طب دلوقتي عايزين نتكلم على حاجه مهمه جدا. هل عمليه السكاننج فور vulnerabilities دي، هل العمليه دي بتتم عن طريق تولز معينه، ولا كل انواع الفولنربيلتيز بعمل لها سكانز بنفس التولز؟ في الحقيقه اجابه السؤال ده مهمه جدا. سكان فور vulnerability هنبتدي نقسمه لجزئيتين. الجزئيه الاولى هي عمليه سكان فور هنعمل سكان فور infrastructure vulnerabilities. تمام. وفي عندنا تولز تانية بتعمل عملية سكاننج ففي تولز بتشتغل على الانفراستراكشر اللي هي النتوركس والسيرفرز اللي موجوده عندي في النتورك، تبتدي انها والهوستس تبتدي تشوف الفولنربيلتيز اللي فيها. طب هل عمليه التستنج اللي بتتم على انفراستراكشر نتورك وبروتوكولز وسيرفيسز، وبنبتدي ان احنا دلوقتي نشوف الفولنربيلتيز في السيرفيسز، هل هي نفس عمليه السكاننج للفولنربيلتيز اللي بتبقى موجوده على الويب ابلكيشن اللي هو هوستد على السيرفر؟ absolutely not. في جزئيه الويب ابلكيشن، الويب ابلكيشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن كود. فانا عايز ابتدي اشوف ايه الفولنربيلتيز اللي في الكود. عايز ابتدي اشوف هل في مثلا حاجه اسمها سيكوال انجكشن، يعني ان دلوقتي الاتاكر ممكن يكتب جمله سيكوال يعمل بيها كويري على الداتابيز فيطلع كل البيانات اللي في الداتابيز. فالسكاننج للفولنربيلتيز بتاع الويب ابلكيشنز هو كله معتمد على فكره ان انا دلوقتي ببتدي اتست الكود بتاعي واشوف الفولنربيلتيز اللي موجوده فيه. لكن عمليه الانفراستراكشر انا دلوقتي بشوف ايه الفولنربيلتيز اللي موجوده في السيرفيسز، اللي موجوده في السيرفرز، موجوده في الهوستس، موجوده على النتوركس. فعشان كده في تولز معينه بنستعملها هنا وفي تولز بنستعملها هنا. يعني من التولز المشهورة جدا في عملية الانفراستراكشر vulnerabilities scanning في التول بتاعت النهاردة اللي هي الاوبن فاس. وفي كمان عندي تول مشهورة جدا اسمها النيسوس. التو تولز دولت اكتر تولز مستخدمة. النيسوس طبعا هي الاقوى والاحسن، بس مشكلة النيسوس ان هي مش اوبن سورس، فبيدي لك بس زي ليميتد ترايل كده انك تقدر تسكان على 5 اي بيز. وانا لو عندي شركه فيها 300 اي بي، يعني فيها عندي بقى عدد اجهزه موظفين على سيرفرز، فالتول دي محتاج اشتري اللاينسز بتاعها. بس اللاينسز بتاعتها في السنه $150,000. فمفيش غير الشركات الكبيره جدا هي بس اللي هتقدر تشتري تول زي دي. طب انا دلوقتي عايز اسكان الانفراستراكشر بتاعتي ومعيش فلوس. فاوبن فاس اللي هنتكلم عنها النهاردة هي بتقدم من شركة مين. هي بتقدم لي حل اوبن سورس ان هي تبتدي تعمل نفس اللي بتعمل الناسوس، بس انها فري وبتطلع ريبورت زي الناسوس. تمام. فبكده دي التولز اللي بنستعملها عشان نسكان الانفراستراكشر فولنربيلتيز. بينما بقى عندنا تولز تانية بنستعملها للويب ابلكيشن فولنربيلتيز، زي عندنا طبعا على رأسهم البيرب سويت which is the best. يعني البيرب سويت تحفة. وعندي كمان التول المعروفة جدا اللي هي open source اللي هي زاب تول من واسب. فكل حل بنحاول نشوف حاجة paid
يعني بتقدم طبعا اكيد ريزلتس احسن من حاجات الاوبن سورس، بس علشان for purpose of learning، عشان نتعلم، علشان نبتدي ان احنا نجرب، لو بنبتدي نتست برضو على شركة صغيرة فهنستعمل حاجات الاوبن سورس، فهي هتفي بالغرض جدا، بس مش هتطلع نفس الريزلتس اللي انت هتطلعها من الاوتوميتد تولز البيد. بس برضو الموضوع بيرجع في الاخر لفهمك انت وتعمقك في الدراسة وفهمك انت للكونسبتس، فانت باستخدام اي حاجة هتعرف تطلع ريزلتس تعرف توصلك في الاخر. يلا نبدأ اللاب بتاعنا. هنبتدي نستارت الاتاك بوكس بتاع تراي هاك مي، وعايزين برضو ان احنا نبتدي ان احنا نستارت الماشين اللي هنشتغل عليها. احنا دلوقتي بنعمل عملية ايه دلوقتي؟ تراي هاك مي برضو علشان نبقى متخيلين مع بعض الموضوع. ولنفترض ان تراي هاك مي عندهم الكلاود ده، واحنا الديفايس بتاعنا اهو عايزين ان احنا نكونكت على سيرفر اللي احنا هنأتاك عليه النهارده، وهو موجود في الكلاود بتاع تراي هاك مي. تمام، فالعملية دي بتتم عن طريق ايه؟ في سيرفر تاني اسمه الاتاك بوكس. الاتاك بوكس ده هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي هنفتح VPN connection، تمام، باستخدام ال TLS بروتوكول. فاحنا هنكونكت على الاتاك ماشين اللي هي موجودة جوه الكلاود بتاع تراي هاك مي، وعن طريق الماشين دي فاحنا دخلنا خلاص جوه الانفراستراكشر بتاع تراي هاك مي. هنبتدي ان احنا دلوقتي نعمل عملية الاتاك على التارجت ماشين اللي هي موجودة جوه الانفراستراكشر بتاع تراي هاك مي. طب ايه اللي يثبت صحة الكلام ده؟ ببساطة شديدة جدا ان انا دلوقتي هاخد برايفت اي بي على الانف اهو. الاي بي اللي انا خدته هو برايفت اي بي، فمعنى كده ان انا خدت اي بي جوه الكلاود بتاع تراي هاك مي. الماشين بتاعتي ما خدت اي بي ادرس في الكلاود بتاع تراي هاك مي. دلوقتي هبتدي اسيت الانفايرمنت بتاعتي علشان يعني اللاب يكون الفيو بتاعه سهل بالنسبه لكم. فكل اللي بعمله ان انا بدوس على فيو ان فول سكرين مود، تمام، فهتلاقي الماشين بتاعتك فتحت لك في البراوزر بالشكل ده. طب علشان دلوقتي هرجع للأسئلة وهنبص على الماشين في نفس الوقت، فهعمل حركة ان انا هفتح ديسكتوب فيو تاني، وفي الديسكتوب فيو ده هحط فيه الجزئية بتاعة الأسئلة، وبعمل نافيجيت ما بين الاتنين عن طريق كنترول ويندوز والأرز. تمام، فهاخد الأسئلة دلوقتي وهدوس كنترول ويندوز والأرو. تمام، نرجع تاني للفيو الأولاني، هنقفل الجزئية دي هنا وهنعمل فول سكرين مود. تمام، فنرجع بقى للديسكتوب تاني عشان نشوف الأسئلة. فهيبتدي يتكلم معانا دلوقتي على الدوكر، وهنبتدي نقول عملية الانستوليشن للأوبن فاز. الأوبن فاز زيها زي أي تول، فبتحتاج ان انا ابتدي اعمل عملية الانستوليشن على الفيرتشوال ماشين بتاعتي. بس عشان انزل الاوبن فاز فالموضوع بيحتاج ان انا اعمل سيت اب لاكتر من حاجة، وعملية السيت اب بتبقى كومبليكيتد شوية، بتبقى عملية صعبة. فعشان كده هنلجأ لحل ان انا استعمل دوكر. ايه الدوكر ده والدوكر عبارة عن ايه؟ ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. فحتى هو هنا بيبتدي suggest لينا، بيقول لك الدوكر هي ال preferred way to do this task. هنبتدي ان احنا بس نرجع للشيت بتاعنا. ايه الكونسبت بتاع الدوكر دلوقتي؟ في كونسبت اسمه الفيرتشواليزيشن، ان انا دلوقتي بنزل فيرتشوال ماشين. الفيرتشوال ماشين دي بتنزل عن طريق هايبرفايزر
بيبقى بروجرام زي الفيرتشوال بوكس او الفي ام وير، وعن طريق الهايبرفايزر ده بقدر احط عليه اكتر من اوبريتنج سيستم، وكلهم بيستعملوا نفس الفيزيكال ريسورسز. تمام. ده الكونسبت العام العادي بتاع الفيرتشوال ماشين. لكن في كونسبت جديد ظهر، ان انا دلوقتي لو عايز انزل تول، برضو التول دي ما بتشتغلش مثلا غير على لينكس، فانا مضطر ان انا اعمل سيت اب لللينكس الاول، بعد كده ابتدي اسيت اب كل الريكويرمنتس بتاعت التول، وفي الاخر اسيت اب التول. تمام. لو عندي مثلا تول تانية ما بتشتغلش غير على الويندوز، فمضطر انزل اوبريتنج سيستم ويندوز وكل اليوتيليتيز اللي بتحتاجها التول دي علشان تشتغل على الويندوز، ومحتاج انزل التول. طب عايز استعمل تول تالتة ما بتشتغلش غير على specific distribution من اللينكس زي الاوبونتو، فهضطر ان انا انزل الاوبونتو وانزل اليوتيليتيز اللي محتاجها التول واقوم منزل التول. تمام. فجم قالوا لك لا، احنا نعمل حاجه اسمها الدوكر. الدوكر ده عباره عن ايه؟ سوفت وير عادي جدا زي الهايبرفايزر، اسمه الدوكر، هنزله. الدوكر ده بيشتغل عليه كونتينرز. يعني ايه كونتينر؟ دلوقتي انا هاخد الاوبن فاس هيشتغل كانه ابلكيشن كده جوه كونتينر. كونتينر دي بتحتوي على الاوبريتنج سيستم اللي هيشتغل عليه الدوكر وكل الانستوليشنز. بمجرد بس ما برن الكونتينر فبيشتغل عندي الابلكيشن على طول دايركت. هتقولي ما فهمتش، هشرح لك المثال بطريقه ابسط شويه. دلوقتي علشان اعمل ويب سايت، في تكنولوجيز للفرونت اند وفي تكنولوجيز للباك اند. فمشهور قوي ان في ناس بتستعمل نود جي اس مع الرياكت، التو فريم وركس دول مع بعض. ففي ناس بتستعمل دوكرز علشان انت محتاج تسيت اب حاجات كتير جدا عشان تشغل حاجتين دولت، فبياخدوا دوكر كونتينر في كل الحاجات دي. تمام. مثال تاني، دلوقتي مثلا بي اتش بي، معروف بي اتش بي لارافيل وبيشتغلوا مع فيو جي اس، فبرضو بدل ما اقعد اسيت اب كل حاجه من الكلام ده، هو كونتينر وفي كل التولز والسيت ابس اللي انا محتاجها. تمام. فده كونسبت الدوكر اللي احنا هنعمله دلوقتي. احنا دلوقتي بقى هنعمل الدوكر، فهو بيقول لنا هنعمل انستول للدوكر دي. اول حاجه نرجع للديسكتوب فيو بتاعنا، هنفتح التيرمينال بتاعتنا. تمام. وعلشان اعمل بيست في اي فيرتشوال ماشين، كنترول شيفت في. ماشي، هنعمل يس. حاليا بنسيت اب الدوكر اصلا عشان نبتدي ننزل الكونتينر اللي بيحتوي على الاوبن فاس. نرجع برضو لفايل الاسئله عقبال ما ده يخلص. فهيقول لنا بعد كده دوكر ران، وهنبتدي ان احنا ننزل حاجه اللي هي الاوبن فاس. تمام. بيقول لنا ان احنا عندنا البورتال اللي هنخش عليه، وهو هيبقى ويب فيو بورتال. تمام. ومدينا اليوزر نيم والباسورد بتوع التول، يبتدي ان هو يعرفنا على الداشبورد بتاعت التول. فاحنا خلاص كل الجزء ده completed يعني. نرجع تاني نشوف الماشين خلصت ولا لا. نخش بعد كده في جزئية ال initial configuration عشان نبتدي نعمل السكان. برضو اقول لكم احنا دلوقتي هنعمل ايه. في ماشين، الماشين دي اللي هي الديفوا دي عبارة عن ايه. دي ماشين يعني اي دلوقتي ويب ابلكيشن بيشتغل على ويب سيرفر، فالويب سيرفر اللي احنا هنشتغل عليه هو اسمه الديفوا. تمام. عليه كمية vulnerabilities كتيرة جدا، فاحنا هنبتدي ندسكفر الفولنربيلتيز اللي على الويب سيرفر نفسه، ما قلتش الفولنربيلتيز اللي في الابلكيشن. تمام. ادي كده الدوكر خلاص الانستوليشن بتاعه خلص.
نرجع تاني السيت اب يعني requirements، ونروح للديسكتوب فيو. تمام، كنترول شيفت في. دلوقتي انا بحمل ايه؟ اوبن فاس. زي ما انت شايف الكونتينر بنحمل كل الفايلز اللي جواه، فهو فيه كمية فايلز كتيرة جدا. بس بيريحك كتير انك مش هتضطر تعمل configuration وتسيت اب يوتيليتي من اللي محتاجها التول بتاعت الاوبن فاس عشان تشتغل. فيعني طبعا الكونترنرايزيشن فهو يعني كونسبت عظيم جدا ووفر كتير قوي على الديفلوبرز. يلا نبتدي نشوف الانيشال كونفيجريشن. تمام، احنا اول ما هندخل ونخش على الويب بورتال فاحنا هنعمل حاجه، هنخش على سكانز وبعد كده نختار تاسكس. تمام، اوكي. بعد كده هنبتدي ان احنا نختار النوع السكان اللي احنا هنعمله. اوكي، نرجع للماشين بتاعتنا. باي ذا واي يعني الاوبن فاس هتطلع لنا اسم كل vulnerability والسيفيريتي بتاعتها، وكمان اول ما نخش على vulnerability معينه هنلاقي حاجه اسمها executive report. ده بيوصف ايه vulnerability، how to mitigate vulnerability، vulnerability ايه الامباكت بتاعها، وهنشوف كل ده دلوقتي. تمام، هنخش على vulnerability معينه، هنحاول ان احنا نبرفورم الاتاك عملي، هنعمل احنا الاتاك عملي، وعن طريق الريبورت هنعرف الفولنربيلتي دي الامباكت بتاعها، يعني ايه اللي بيحصل ناتج عنها، هنعرف ايه اللي ممكن نعمله بسبب وجود الفولنربيلتي دي على زي ما قلت الفولنربل سيرفر اللي هو ديفو. باي ذا واي احنا بنحمل الاوبن فاس والدوكر اكشوالي فعليا، يعني انت حتى تلاقي ان في باندويث عماله تتسحب وانك فعلا بتنزل حاجه، لان احنا زي ما قلنا ان احنا بنأكسس الماشين الموجوده عند تراي اكمي. فممكن لو انت يعني مش معاك بريميوم اكاونت يبقى في مشاكل في اللاب ده يعني وانت بتحله، بس اهم حاجه تفهم الكونسبت. ولو عايز انت ممكن تنزل الدوكر والاوبن فاس على اي فيرتشوال ماشين عندك وتشوف السيت ابس على اليوتيوب بتتعمل ازاي. عموما اللي احنا هنروح نعمله ان احنا دلوقتي هنخش على السكانز، هنعمل نيو تاسك. هنبتدي ان احنا نحط الاي بي ادرس التارجت بتاعنا. تمام، ونديله نيم. اوكي، زي ما موجود هنا. وهتبتدي التول بتاعتنا الاوبن فاس ترن وتعمل السكاننج للديفو ماشين. نرجع تاني للماشين. تمام، اوكي دون. هو قال لك هنخش دلوقتي على البراوزر، ناخد اليو ار ال كوبي اللي احنا هنخش عليه دلوقتي. تمام، احنا هنخش على اللوب باك ادرس اللي هو بيمثل ايه، بيمثل الجهاز ذات نفسه. في حالة اذا ما فتحش معانا يبقى في مشكلة في السيت اب. طب تمام، دلوقتي ليه بيبين لي الايرور ده؟ علشان احنا دلوقتي مفيش HTTPS، احنا هنخش HTTP على الماشين. تمام، فبيقول لك مفيش trust relation لان مفيش اصلا digital certificate. فده طبيعي جدا وبيحصل الموضوع ده طول ما انت بتستعمل
او حتى لو انت يعني بتشتغل في شركة وبتستعمل التولز دي هوستد على السيرفرز بتاعتك internally، فهو كان قال لنا ان الباسورد ادمن، فاكتشوالي انت مش محتاج TLS certificate. ممكن نرجع تاني للتاسك عقبال ما يفتح. ادمن تمام. هنبتدي ال initial scan بتاعنا. اوكي، اللي بيحصل ده نورمال، الماشين برضو بتاخد وقت عقبال ما بتفتح. يعني عقبال ما تفتح ممكن نتكلم شوية على اللاب. بعد ما نعمل عملية السكانينج في عندنا بقى يبتدي ان هو يديلنا الاكزيكتيف ريبورت بتاع عملية السكانينج. فهيدينا تاسك كده ان احنا هنبتدي نطلع شوية داتا من ريبورت معين هو مديهولنا. تمام، فاحنا عقبال ما تفتح الماشين ممكن حتى ممكن ابص على ريبورت عقبال ما الماشين تفتح. تمام، هو هيبتدي يسألنا what did the scan when did the scan start in case كذا. الكيس اللي هو الفايل اللي انا لسه محمله دلوقتي. فهنبتدي نروح نافيجيت كده الفايل وهنشوف عندك الهوست سمري بيديلك الستارت ديت والاند ديت. تمام، فالديت اللي ابتدى فيه الاتاك اهو. تمام، when did the scan end. اوكي، زي ما قلنا ان هو بيدينا في الهوست سمري كده عن التايمنج اللي حصل. تمام، how many ports are open in case كذا. تمام، هننزل هنلاقي فيه result per host. هيبتدي ان هو يقول لنا port summary for host كذا، الهوست اللي عمل عليه السكان وحمل لنا الريبورت بتاعه ايه البورتس اللي كانت open عليه. هنلاقي 445 ده اللي هو ال SMB. تمام، وهنلاقي عندنا ال RDP بروتوكول مفتوح، وفي كمان بروتوكول مفتوح وبيقولك جنرال. فنجرب كده نشوف هل 4 بورتس هم المفتوحين. لا، طب يعني نأسيوم ان هو جنرال ده مش open port يعني، ونقول ان هم 3 بس. تمام، how many total vulnerabilities were found in case كذا. تمام، احنا لو بصينا في الاكزيكتيف سامري برضو اللي بيقول لنا number of results 5. فاحنا قلنا ان كل result هي بتمثل ايه؟ بتمثل vulnerability، فهو هيطلع لنا vulnerabilities، فمنطقي جدا ان يكون عددهم 5. تعالوا نشوف كده صح ولا لا. تمام، بيقولك what is the highest severity vulnerability found. برضو نرجع نشوف الماشين. تمام، الماشين فتحت، بس ممكن نكمل احنا التاسك بعد كده نرجع. تمام، دلوقتي السيفيريتي ليفل بتتقسم into categories. يعني في عندنا الكريتيكال، بعد كده هاي، ميديوم، لو، انفورماتيف. تمام، فهو بيقول لنا ايه الهاي سيفيريتي ليفل
found، و عايزنا نقول له الام اس. يعني ايه ام اس ده؟ ام اس يعني ده الهايست سيفيريتي، السيفيريتي بتاعته هاي، والسي في كالكوليتر طلعت ان الفولنربيلتي دي السكورنج بتاعها هو ده. تمام. فا ايه هو الام اس اللي هو بيدور عليه؟ في حاجه اسمها مايكروسوفت ريبورت. مايكروسوفت ريبورت ده عباره عن ايه؟ دلوقتي عباره عن فايل كده موجود يعني على الانترنت، بيشرح الفولنربيلتي كل حاجه فيها. الفولنربيلتي بتؤدي الى امباكت ايه، بتأثر على اني نوع من الاوبريتنج سيستمز بتاعت مايكروسوفت. واهم حاجه فيه بيبقى الباتش. الباتش يعني ايه؟ الباتش هو حل الفولنربيلتي. يعني انا دلوقتي لو عندي فولنربيلتي، ولا نتخيل ان مثلا عندي رقعه في البنطلون، تمام، يعني البنطلون اتقطع، فبعمل عمليه ترقيع. تمام. فهو نفس الفكره اللي بتحصل عندي في الكمبيوتر سيستمز. لقيت vulnerability، فبضطر ان انا انزل باتش علشان اسد الفولنربيلتي. المايكروسوفت ريفرنس اللي بنتكلم عنه اللي هو الام اس 17010، هو كان بيحل مشكله موجوده في الاس ام بي بروتوكول. تمام. ايه المشكله دي؟ المشكله دي هي ناتجه عن vulnerability دي اسمها الانترنال بلو، وكانت بتضرب على الاس ام بي بروتوكول، وكانت بتمكن الاتاكرز من ان هو ياخدوا ريموت كود اكسكيوشن. طب الفولنربيلتي دي نقدر نشوفها عملي؟ انا عملتها فيديو قبل كده الفولنربيلتي دي، وضربنا على الويندوز اكس بي، وقدرنا ان احنا ناتاك الماشين، وان احنا ناخد كمان ريموت كود اكسكيوشن، ونفتح ميتابريتر شيل، ونبدا ان احنا نكتب كوماندات. الكوماندات دي تتنفذ عند الفيكتيم بتاعنا. تمام. فبكده احنا جاوبنا على السؤال ده. what is the first affected OS to this vulnerability. نرجع برضو او بيقول لك الافكتد سوفت وير والاو اس اس، فهو قال لك مايكروسوفت كذا. تمام. مش هناخد اللي بعدها بقى، لان اديشن مايكروسوفت ويندوز سيرفر ده على بعضه اسم الاوبريتنج سيستم. فاديشن، كلمه اديشن مش هناخدها معانا اهو في الاجابه. تمام. احنا ممكن نعرف ايه السبب او ممكن تبقى addition معانا في الاجابة. تمام، طلعت معانا. what is the recommended vulnerability detection method. هنلاقيها برضو في الاكزيكتيف سامري بتاعنا اللي بتطلعه الناسوس. ماشي، اوكي. او يعني هو بيقول لنا دلوقتي ان ال vulnerability detection method. اوكي، ونشوف الاجابة صح ولا لا. تمام، الاجابة صح. يلا بينا ان احنا نبتدي نعمل practical بتاعنا ونسكان. يعني هو قال لنا scan infrastructure. تمام. واحنا هنسكان على الديفوا ماشين زي ما اتفقنا. تمام. يلا بينا نروح للماشين هناك. تمام. هندوس على سكان، هنروح على تاسكس. مش هنحتاج الويزرد لان احنا نعمل بنفسنا احنا. وعايزين نبتدي نعمل سكان، هنعمل ايه؟ هندوس على نيو تاسك بكل بساطة. هيجي لنا دلوقتي ان احنا يعني بنختار النيو تاسك، فهنبتدي نسيت البيانات المعمولة عنه، فممكن نسميه ديفوا. تمام، اوكي. عايزين بقى نبتدي دلوقتي ان احنا نعمل سيت اب كامل، ونحط الاي بي ادرس.
تمام. هندوس على النجمة اللي موجودة عند سكان تارجتس عشان نبتدي ان احنا نحط الاي بي بتاعنا. فاحنا مش هنحط بقى الاي بي ده، هنحط الاي بي بتاع التارجت بتاعنا، وتعالوا نسميها ديفوا. اوكي، ممكن نقولها ديفوا، وادي الاي بي ادرس بتاعها. تمام، وهندوس على كرييت. فاحنا دلوقتي عملنا كرييت للسكان. اوكي، و هندوس كرييت. فاحنا خلاص كده اتعمل التايب اوف سكان بتاعنا اللي هو على ديفوا ماشين. طب عايزين بقى ان احنا نستارت البروسيس بتاعتنا بتاعه السكاننج على الفولنربيلتيز اللي موجوده على الديفو سيرفر. فكل اللي هنعمله ان احنا هندوس ستارت هنا، هنلاقي ان الستيت بقت ريكوستد، ونستنى شويه كده وهنبتدي نلاقي ان في برسنتج بتتحمل. وهنستنى شويه عقبال ما يجي لنا الريبورت بتاعنا الاكزيكتيف سامري، يعني اللي هتطلعه لنا الاوبن فاست. تمام، فممكن نرجع التاسكس اللي كانت مطلوبه مننا. تمام احنا عملنا كل الكلام ده، وجاي يقول لنا زي ما احنا دوسنا من هنا وابتدينا عمليه السكاننج فور vulnerabilities. عايزين بقى دلوقتي نبرفورم سايبر اتاك في اثناء ما السكاننج بروسيس بتحصل معانا. تمام، تعالوا نرجع بقى الماشين بتاعتنا كده. تمام، حاليا الستيت بتاعت السكان بتاعنا هي 22. طبعا في بطء شوية، لان احنا برضو بنأكسس ماشين على كلاود. فالموضوع طبعا بيبقى on premises، اما انت بتبقى بتعمل عملية السكاننج والحاجات دي كلها على environment بتاعتك، فالموضوع بيبقى اسرع واسلس من كده بكتير طبعا. تعالى برضه اما نروح على الداشبورد بتاعتنا بتاعة السكانز، فيبتدي يوريلك الموضوع بشكل جرافيكالي، وبتشوف الفولنربيلتيز اللي لقيناها. برضه اما بنروح على تاسكس ممكن نروح للتاسك بتاعنا. تمام، بيدينا ان هو بنسبة حاجة وستين في المية دلوقتي. انا بحاول اعمل ايه، بحاول اتحرك في التول علشان بس تطلع الريزلتس بشكل احسن وما يحصلش لاج يعني، والماشين ما تكملش عملية السكاننج.
تمام. دي الجزئيه المهمه. ابتدى يجي لنا الفولنربيليتيز اللي لقيناها على الديفو ماشين. تمام. فبيجي لنا السيفيريتي ليفل، وقلنا كل ما السيفيريتي تعلى كل ما احتماليه حدوث اتاك عن طريق الفولنربيلتي دي تكون اعلى بكتير. فالريسك فاكتور بيكون عالي جدا بسبب الفولنربيلتي دي. ودايما اي فولنربيلتي عندنا السيفيريتي ليفل بتاعها كريتيكال او هاي بتبقى لازم تو بي سولفد immediately. تمام. فهنسيب برضو الماشين تكمل عقبال ما احنا نبرفورم السايبر اتاك بتاعنا. يهمني قوي ان في احدى الفولنربيلتيز اللي طلعناها، تعالوا ندخل عليها ونشوف الاكزيكتيف سمري اللي بيطلع على كل vulnerability. تمام. بيقول لك سمري: the host application transmits sensitive information username و passwords in a clear text via HTTP. ال HTTP وال HTTPS الفرق: ال HTTP ما بيدعمش اي حاجه سكيور، بيبعت كل حاجه clear text. اما ال HTTPS بيبعت الحاجه encrypted، بيبعت الداتا encrypted. باستخدام ايه؟ باستخدام ال SSL او TLS certificate، عن طريق ان هو بيعمل زي عمليه تانل كده عن طريق ال TLS، وبيبعت الداتا كلها انكريبتد جواها. تمام. ال HTTP ما هوش سكيور اقل من ال HTTPS. لا، ال HTTP ما هوش سكيور اصلا. فانك تقول ان ال HTTP اقل سكيورتي من ال HTTPS فدي جمله غلط. تمام. فاول معلومه عرفناها من السمري، عرفنا ايه المشكله. تمام. بعد كده بيبتدي يقول لك الفولنربيلتي اكزاكتلي هي ايه، الامباكت بتاعها ايه بقى، ايه الناتج بسببها. an attacker could use this to compromise or eavesdrop، ان هو يبقى man in the middle ويتصنت على ال HTTP connection، وان هو يبتدي يعمل ايه بقى، يبتدي ان هو يجيت access to sensitive data like username and passwords. ان هو دلوقتي بيقدر ياخد اليوزر نيمز والباسوردز. طب بيقول لك بقى السوليوشن ايه؟ السوليوشن انك تنفورس transmission of data via encrypted SSL TLS connection، انك تجيب TLS او SSL certificate وانك تفورس انك تستخدمها. تمام. فبيقول لك الافكتد اوبريتنج سيستمز، فهو مش بيايدنتيفاي اوبريتنج سيستم معين. تمام. بس هو بيقول لك على الريفرنسز اللي هو جنبنا. فطبعا الاوبن فاز بالنسبه لاوبن سورس سوليوشن، فكون ان يطلع لك ريزلتس بالدقه دي، والريبورت بتاعها اسهل كمان من الريبورت بتاع النيسوس بكتير جدا في انك تقراه لو انت بيجنر. فحاجه يعني عظيمه جدا بتقدمها التول دي. طب انا عايز اتشيك ان الكلام ده حقيقي، انا عايز اعرف ان الكلام ده حقيقي. هقول لك تمام، تعالى بقى ان احنا نعمل الاتاك ده بنفسنا. تعالى ناخد الاي بي بتاع ناخد دلوقتي الاي بي ادرس بتاع الماشين نفسها. يعني احنا ما قفلناش الماشين. ده الاي بي ادرس بتاع الماشين. ببساطة شديدة جدا، بمجرد ما اكتب HTTP اوكي، دخلت على الديفو ماشين. تمام. ف يعني ايزي جدا ان انا دخلت عليها. تعالوا بقى كده اما على الماشين دي نفتح تول اسمها الواير شارك. الواير شارك هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن باكيت انالايزر. ايه بقى وجه الاستفادة من الباكيت انالايزر ده اللي انا هفتحه دلوقتي؟ ان انا هبتدي اشوف كل الباكيتس اللي هتتبعت على كارت الشبكة بتاعي. تمام. تعالوا ان احنا نبتدي نختار. ادي الدوكر، انا مش عايز ابعت من على الدوكر، انا عايز اشوف كل الداتا اللي هتخرج من كارت الشبكة بتاعي. فهنختار اني هنختار كارت الشبكة ده، هو ده اللي احنا هنبتدي نلسن على الترافيك اللي بتتبعت من عن طريقه. طب هنبعت ترافيك ازاي؟ كل اللي هنعمله طبعا احنا هيجي معانا ترافيك كتير لان احنا بنعمل عملية سكاننج، فاحنا بنبعت باكيتس كتير جدا من الديفايس بتاعنا. تمام.
آه تمام. احنا كده عملنا ايه؟ دخلنا على الديفو ماشين. فطبعا كل الباكيتس دي وطبعا ان احنا نبعت للدي ان اس وكل الكلام ده هنلاقيه ريكوردد عندنا في الواير شارك. تمام. هبتدي مثلا، ممكن اكتب مثلا انتوني ادمن. تمام. احنا بنكتب اي حاجه، مش لازم يكون ده يعني الباسورد بتاع الديفوا ماشين يعني. اوكي. فبعد ما عملنا الموضوع ده، عايزين نبتدي ان احنا نروح للواير شارك، وهنبتدي ان احنا نوقف الترافيك. تمام. لو بصينا هنلاقي باكتس كتير جدا، مبعوثة. تمام. بس انا دلوقتي كنت بعمل بيرفورمانس سايبر اتاك، ان انا عايز اشوف كل الترافيك اللي بيتبعت اهو. جالي الترافيك اللي بيتبعت في ال HTTP. تمام. انا دلوقتي عندي جيت وبوست وديليت واكتر من ميثود بيتباع بيها الداتا في ال HTTP بروتوكول. تمام. بس انا ببعت بيانات، يبقى بعمل عمليه بوست جيت ان انا بستقبل فايلات ال HTML و CSS و جافا سكريبت، فانا بدور على بوست. تمام. فمن اول HTTP هل في حاجه في دولت فيهم بوست؟ لا مفيش. يبقى ننزل الباكت اللي بعدها. بندور على بقى اهي باكت بوست. تمام. فهقوم دايس كده وهعمل فولو، واقوم عامل فولو HTTP ستريم. ممكن ابص على فكره في البيانات دي في الباكتس نفسها من تحت، بس يعني ده فيو اسهل. بيقول لك اليوزر نيم اللي دخلته ادمن، والباسورد زي ما قلت لكم انتوني ادمن. يبقى انا كده عملت سايبر اتاك ايه؟ عملت عمليه ايفز دروبينج، عملت سنيفنج. تمام. وعن طريق ان هم بيستعملوا ويك بروتوكول زي ال HTTP، فمش بيوفر انكريبشن. فعشان كده قدرت عن طريق كده ان انا اوصل وان انا اعرف اليوزر نيم والباسورد. فاحنا كده عملنا اتاك ناجح. تمام. فاول حاجه عملناها كانت سكان للفولنربيلتي. بعد كده رحنا للستيج اللي بعد كده، وهي الستيج بتاعه الاتاك. تمام. تعالوا نرجع كده للتول بتاعتنا ونشوف هل خلصت عمليه السكاننج ولا لسه. تمام. زي ما قلت لك كده، انا بحاول اريفرش الماشين كتير. تمام. فهو خلاص اداني الستيت بتاعها دان. تعالوا نتفرج بقى على الفولنربيلتيز. خلاص هو دان. ده التوتال نمبر اوف vulnerabilities اللي اتلقت على الماشين دي. ف يعني دي كانت نهاية اللاب بتاعنا. حابب بس اقول حاجة، طول ما انت بتمشي بميثودولوجي انك تبقى عارف ازاي توصل vulnerability وازاي تأتاك عليها، وانك تبقى فاهم يعني ايه ان انا دلوقتي الميتيجيشن بتاعها عامل ازاي. لان انت as a penetration tester شغلك ايثيكالي، فانت بيطلب منك تكتب ريبورت، بتكتب كمان في الريبورت السوليوشن السجستد منك ايه. تمام. فده كان كل حاجة على اللاب بتاع النهاردة، و نتقابل في حل لاب تاني جديد. وشكرا لكم عشان شفتوا الفيديو للآخر.